أخطر حاجة في هشاشة العظام إن ملهاش وجع يخليكي تروحي للدكتور. الحقيقة إن الهشاشة دي بتتسحب في صمت وبتضعف عظمك من غير ما تحسي، وممكن أول علامة تظهر تكون كسر مفاجئ من خبطة بسيطة جدا. هشاشة العظام معناها إن كثافة العظم بتقل وتبدأ فراغات جوه النسيج العظمي تكبر، فبتحول من مادة صلبة وقوية لمادة ضعيفة وسهلة الكسر. الحكاية دي بتحصل أكتر مع تقدم السن أو بعد انقطاع الطمس عند السيدات، أو نتيجة نقص فيتامين د والكالسيوم لفترة طويلة. المشكلة إن مريض الهشاشة ممكن يعيش سنين مش حاسس بحاجة لحد ما يلاحظ نقص في طوله أو تقوس بسيط في ظهره، أو الأسوأ كسر في مفصل الفخذ أو الفقرات. وعشان كده التشخيص مش بس بيعتمد على الأشعة العادية، بيعتمد على فحص اسمه ديكسا سكان لقياس كثافة العظام بدقة. في عيادة الروماتيزم احنا مش بس بنوصف الكالسيوم، احنا بنحدد درجة الهشاشة ومعدل خطورة الكسر، وبناء عليه بنبدأ علاجات حديثة بتقوي العظم وبتحميه من التآكل. الوقاية والعلاج المبكر هما اللي بيضمنوا ليكي حركة آمنة من غير خوف من الكسور. هل عملتي فحص كثافة عظام قبل كده؟ أو بتعاني من نقص متكرر في فيتامين د؟ هستناكم في العيادة لبداية الفحص بدقة وتعرفي ازاي تحمي نفسك.